هنشوف ارخص وافضل 3 اماكن تقضي فيهم دي يوز في القاهره عن طريق تطبيق وفرها. واللي مش عارف تطبيق وفرها فهو تطبيق بيقدم لك خصومات على كل حاجه تقريبا، اكل وخروجات وانشطه واي حاجه انت عايزها هتلاقي عليها خصومات دايما على تطبيق وفرها. احنا وصلنا عند فندق الرماج، واحد من الفنادق اللطيفه جدا اللي تقدر تقضي فيها دي يوز، قريب من كل حته تقريبا، موجود على محور مشير طنطاوي ما بين تجمع خامس وما بين مدينه نصر. تقدر ان انت تحجز هنا كوبون عن طريق وفرها 185 جنيه تقضي الدي يوز بتاعك كله على البسين، وليك كمان وجبه. فاحنا برضه طلبنا الوجبه بتاعتنا عشان خاطر نجرب الاكل ونقول لكم ايه راينا فيه. طبعا من الحاجات اللطيفه جدا ان انت السعر اللي انت بتدفعه ده بتاخد معاه وجبه معاها بطاطس ومعاها مشروب، فده شيء لطيف جدا. تدفع 185 جنيه يبقى ليك اكسس على كل الحاجات دي، يوم كامل عبول واكل وتظبيط ودلع. بعتبره صراحه من ارخص الاماكن اللي انت ممكن تحجزها وتقضي وقت ظريف وتستمتع جامد لحد دلوقتي. خلينا نجرب الاكل. السندوتش شكله يعني مفرح، السندوتش شكله ظريف يعني حلو جدا. توقعت قلت طعم ممكن يكون نص نص، طعم جامد. ناخد واحده كمان. برجر من الاخر، طماطم وخس ومايونيز وبتاع، سندوتش متكامل يعني. خلينا نجرب بطاطس، حطيت عليها توابل شكلها دمها خفيف، شكل بطاطسايه مستويه كويس، والتتبيله شكلها كويسه 100 100. بطاطس حلوه جدا صراحه، بطاطس رائعه. برده من السندوتشات اللطيفه اللي ممكن تطلبها هو الهوت دوج، يعني شكله حلو جدا صراحه، وايه تحس السندوتش يفتح النفس. خلينا ندوس. جوده السندوتش صراحه ظريفه جدا، سندوتش مشبع ويسد معاك. حجم حمام السباحه برده كبير جدا، يسع عدد كبير من الافراد، فايه لو انتوا عيله او اسره او كده فما تقلقوش من حته العدد ديت او الزحمه تماما. في حمام سباحه صغير للاطفال، بحيث مثلا لو في اطفال صغيرين يقدروا ان هم ينزلوا حمام السباحه. عادات لطيفه بقى، شезلونجات وكراسي وكده وبتاع، وشمسيات طبعا، بسين على طول، بحيث تكون مركز مع الاطفال وشايفهم قدام عينيك على طول. هنا برده كافيتيريا على حمام السباحه، فيها ايه ممكن تشتري شيبسي او تشتري شوكولاتات، اي حاجه انت عايزها برده موجوده. القعده هنا صراحه مريحه نفسيا، تحس الجو كده فيه هدوء وفيه راحه. هنا اليوم بتاعك يبتدي من الساعه 10 الصبح تقريبا لحد الساعه 6 المغرب. تقدر انت تيجي هنا تقعد على البول وتنبسط وتقضي وقت ظريف. وصلنا عند دار الهيئه الهندسيه. هنا تقدر تحجز شاليه ل5 افراد سعره 750 جنيه عن طريق تطبيق وفرها، يعني الفرد يدفع 150 جنيه بس. خلينا نشوف شكل الشاليه من جوه عامل ازاي وايه اللي ممكن تعمله وانت موجود في الفندق. اول ما تخش الشاليه، شاليه ظريف جدا لذيذ كده، دمه خفيف برده، ايه مبهجه شويه، في عندك الوان اورنج ولون بني والدنيا دمها خفيف. هنا الشاليه 5 اشخاص، ولكن مش 5 اشخاص اقامه. تقدروا تستغلوا الشاليه في انكم مثلا ممكن تيجوا تغيروا هدومكم، او اللي عايز ياخد شاور بعد ما طلع من بول او حاجه زي كده. هنا المكان بيسع لحد 5 اشخاص بسعر 750 جنيه، واللي يعتبر سعر مميز جدا على مكان تقدر تقضي فيه دي يوز وانت في مدينه نصر، يعني قريب من كل حاجه تقريبا. الشاليه هنا فيه سرير كبير، بحيث لو مثلا حد عايز يريح شويه او حاجه، حاطط لك هنا اتجاه القبله، وفي هنا ارقام عشان خاطر لو عايز توصل لاي حاجه بسهوله، سواء الاستقبال او المطعم او اي حاجه. عندك هنا الدولاب مثلا فيه شويه شماعات برده بسيطه عشان خاطر لو عايزين تعلقوا هدومكم او حاجه. وهنا عندك خزنه، وفي هنا بطانيه، وعندك كمان كيس المغسله لاندري مكتوب عليه دار الهيئه الهندسيه. شغل عالي. السرير صراحه هنا مريح جدا، يعني زي ما انتم شايفين انا نزلت خدني معاه، بحيث مثلا لو انت طالع من البول عايز تريح لك كده ساعه ساعتين تقدر تريح بسهوله. هنا كده جرب المرتبه والمخده، يا سلام مريحه لابعد حد. مرتبه جامده جدا والمخده خياليه. عندك برده جنب السرير في كومودينو ظريف، ده تقدر تحط فيه اي حاجه انت عايزها، موبايلك بقى، الساعه، محفظه، اي حاجه. عندك هنا ميني بار مستخبيه شويه براند توشيبا، لو انتوا جايين هنا عشان تباتوا مش عشان تقضوا دي يوز، فاعتقد ده هيكون مفيد ليكم. حجم الميني بار كويس جدا. عندك هنا كاتل وازازتين ميه، برده كوبايات كرتون عشان خاطر اجراءات كورونا، لسه في بعض الفنادق بتطبقها لحد دلوقتي. عندك هنا تلفزيون سامسونج 32 بوصه قدام السرير على طول، برده عشان خاطر لو انت عايز تريح كده تتفرج على حاجه لحد ما تفوق تاني وتقدر تنزل حمام السباحه. وهنا المكان اللي انت بتحط عليه الشنط بتاعتك عشان خاطر ايه تغير، تطلع هدومك وتظبط تنزل على البول على طول. تعالوا مع بعض نشوف الحمام. الحمام ظريف هنا وشيك خالص، يعني تحس ان هو فيه نظافه كده، فيه لمعان في الموضوع. تشوار وصابون طبعا. هنا عندك منطقه الشاور، عندك هنا شاور جيل وشامبو مظبطينك، تحس ان الشاور ده زي الشاور بتاع المصايف، تاخد دش تظبط امورك وتطلع على طول. عندك بقى المكان الظريف ده قدام الشاليه على طول، يعني يسع لحد 6 اشخاص ان هم يقعدوا مستريحين جدا. في تنده كده عليه عشان خاطر تحميك من الشمس، فالقعده هنا جامده جدا صراحه. بعد ما شفنا الشاليه تعالوا مع بعض نشوف ايه تاني موجود في الفندق. في هنا حمام سباحه قدام الشاليه على طول. المكان الظريف فيه ان هو مغطى بالكامل، فمش محتاج ان انت تقعد بقى ايه يعني تشوف الشمسيه بتاعتك فين او كده، لا يعني في تغطيه بص فوق، تقدر تقف في اي مكان انت مستريح، فتختار الترابيزه بس اللي انت عايزها وتقعد تقضيها وتستمتع. حمام السباحه صراحه ظريف وكبير ويشجع النزول. تيجي من هنا تقوم ناطط على طول في حمام السباحه. راح الجو حر جدا ونفسي انزل حمام السباحه، ولكن خلينا نكتشف ايه اللي موجود تاني في الفندق. هنا برده في ملعب بدل، لو انتوا ايه عايزين تيجوا تاجروا كده وتاخدوا لك ساعه ساعتين بعد ما تخلص الديوز بتاعك، فعندك امكانيه ان انت تاجر المكان دوت. الصراحه مكان شكله نظيف وظريف للناس اللي بتحب البدل، تقدر تيجي هنا تتبسط. عندك هنا برده في حمام سباحه تاني غير اللي شفناه فوق، برده ايه شكله دمه خفيف. في عادات هنا برده كويسه بحيث تبقى قاعد ايه على حمام السباحه على طول. برده هنا في حمام سباحه للاطفال الصغيرين، اعتقد ده هنا ينفع للاطفال تحت 10 سنين او 12 سنه. ارتفاعه مش كبير قوي، برده ايه مسلي وظريف. حاطط لك نيمو وحركات عشان الاطفال تبقى بتعوم وشايفه نيمو بيعوم معاها. في هنا كيدز زون منطقه العاب الاطفال، كان كامل مخصص للاطفال ان هم يجوا يتبسطوا ويقضوا وقت حلو. الزحاليق هنا شكلها ظريف جدا صراحه، في كل حته في زحاليق. عندك هنا برده في ترامبولين عشان الاطفال الاشقياء يجوا هنا ايه يخشوا ويتنططوا. عندك هنا زحاليق لطيفه جدا كده وسط الكور، والاطفال هنا تطلع تتزحلق وتنزل على الكور على طول. الحاجات الظريفه برده اللي موجوده في الفندق هو الجيم، تقدر تيجي هنا الجيم تتمرن زي ما انت عايز طول ما انت مقيم في الفندق. عندهم هنا اجهزه تريد ميل، في هنا البايك برده عشان خاطر لو عايز تنزل دهون. هنا منطقه الاوزان الحره معاك لحد 50،
30 يعني، فبراحتك تمام. هنا جهاز البنج والكتف. هنا برضو في اوزان حره تانية ايه تبتدي من كيلو لحد 20 كيلو. عندك هنا اجهزه الرجل في اكتر من جهاز. فصراحه كجيم موجود في الفندق هو جيم مجهز على اعلى مستوى، جيم في كل اللي انت عايزه تقريبا. لو عايز اي تمرينه تقدر تعملها بكل سهوله. عندك برضو في هنا جاكوزي، تقدر تستخدم الجاكوزي زي ما انت عايز براحتك ولكن بتكلفه اضافيه. هنا برضو الستيم عشان لو عايز تعمل حمام بخار او كده تقدر تيجي وتحجز. برضو كمان في هنا ايه ساونا تقدر تحجزها وتاخد كده جلسه ظريفه ايه تعمل لك ريفريش. وهنا يبقى شفنا مع بعض فندق دار الهيئه الهندسيه. تقدروا تحجزوا الشاليه 5 افراد دي يوز بسعر 750 جنيه، 5 اشخاص يعني الفرد تقريبا 150 جنيه، فسعر مميز جدا. كده خلصنا هنا نشوف المكان الثاني. وصلنا عند فندق كايرو بيراميدز، واحد من الاماكن اللطيفه جدا تقدر تقضي فيها دي يوز وانت موجود في القاهره. خلينا نشوف شكل الغرفه من جوه عامل ازاي وايه اللي موجود في الفندق وايه اللي نقدر نعمله. غرفه ظريفه جدا صراحه، وبالنسبه لي من افضل الاسعار اللي انت ممكن تحجز بيها في فندق في القاهره. عندك هنا في ترابيزه ظريفه جدا يعني تكفي شخصين، تقدر تقعد براحتك وايه حاطط لك هنا هو تفاح، بس انت تبقى قاعد بتاكل مثلا حاجه او كده وتبقى شايف التلفزيون، يبقى التلفزيون قدامك على طول وقاعد مسترخي ومقضي وقت ظريف. عندك هنا تلفزيون 32 بوصه براند سامسونج، حجمه كويس، وبالنسبه للشخص اللي هيبقى قاعد كده بيشرب حاجه او بياكل حاجه فمكانه كويس جدا ورائع صراحه. تقدر تحرك التلفزيون في اي زاويه انت عايزها، عايزه مثلا يكون قريب من السرير تمام، عايز يكون قدام الترابيزه وانت قاعد بتاكل برده ايه تحركه زي ما انت عايز براحتك تمام. وعندك هنا كوفي تري، شاي وقهوه وسكر، وحاطط لك ازازتين ميه ومعجين عشان خاطر لو انت عايز تعمل شاي او قهوه او تشرب اي حاجه. ديكور الغرفه بالنسبه لي مميز جدا، وتحس ان هو في جو مصايف دوت، فيه اللون الاخضر، درجات الاخضر مع الرمادي كده، جو مصايف قوي. الستايل بتاعه تحس ان هو جو شاليه شويه. الفندق اللي احنا فيه واخد فكره الريزورت، فتحس ان انت ماشي وسط ريزورت، مفيش اكتر من دور، انت ماشي بشاليهات يمين وعلى الشمال، فالجو صراحه ظريف جدا. السرير كمان شكله مريح جدا، فخلينا نجرب المخدات. المخده مريحه جدا ومرتبه 100 100. الدولاب هنا فيه خزنه، في هنا مخدات اضافيه برده، في شمعه برده عشان خاطر لو عايز تعلق لبسك لو انت قاعد فتره طويله شويه. برده هنا حاطط لك بطانيه اضافيه عشان خاطر لو ايه عايز تتدفى او كده او تغطي نفسك تبقى ايه كل امورك تمام. حاطط لك برده هنا كيس لاندري عشان خاطر لو انت عايز تغسل هدومك بعد حاجه للمغسله او كده، فبرده عندك الامكانيه لحاجه زي كده. برده في تركيز في التفاصيل شويه، حاطط لك سليبر عشان تتحرك جوه الغرفه وانت مستريح. الحمام بالنسبه لي شيك جدا صراحه، تحس ان هو فخم ولذيذ. حاطط لك كل حاجه انت محتاجها، دينتال كيت، بودي لوشن وبلسم للشعر، فوطين للوش، عده حلاقه، وعندك هنا سشوار، كل حاجه موجوده. عندك برده هنا حاجه ظريفه جدا وهو ان الحمام فيه بانيو، فتقدر ايه تاخد دش كده ايه هادي وتسترخي تنسى كل حاجه. عندك برده هنا في ميني بار صغيره شويه بسيطه عشان لو معاك مشروبات او كده عايز تحطها تسقع شويه فتقدر تحطها تستخدمها زي ما انت عايز. هنا كرسيين وترابيزه قدام الجنينه على طول، فايه تقدر تقعد كده تشرب حاجه تسترخي ما تفكرش في اي حاجه تماما. عندك هنا طبعا حمام السباحه الرئيسي بتاع الفندق، يعني حجمه كبير جدا ويشجع النزول. في هنا شезлونجات عشان خاطر تبقى قاعد مستريح. في مساحه ظريفه جدا هنا للاطفال برده عشان يحافظوا على الاطفال ما تروحش المكان الغويط. عجبني جدا صراحه حمام السباحه، يشجعك جدا على نزول الميه، يعني تحس ان انت ايه عايز تنط على طول. برده هنا في مطعم ايطالي عشان خاطر لو انتوا ايه وانتوا قاعدين عايزين تطلبوا اي حاجه بيتزا او مكرونه او اي حاجه، فايه تقدر تقعد هنا تستريح تطلب اللي انت عايزه ويجي لك لحد المكان اللي انت قاعد فيه. برده المكان ده بيبقى فيه شو الانيميشن كل يوم على البول، تبقى قاعد مثلا على البول مستريح وتتفرج ايه على الشو بتاع الانيميشن او كده، في مثلا فقرات بتحصل وكده، بتبقى اجواء لطيفه جدا. الجميل في الفندق هنا ايه ان انت طول ما انت بتتمشى في ايه ساحات خضراء على يمينك وعلى شمالك وفي كل حته. عندك برده في هنا محلات هدايا لو انت عايز تجيب هدايا او كده، في هنا محل الناس اللي بتبقى عايز تشتري تذكارات فرعونيه او كده، فالمكان ده لطيف جدا، في ايه حاجات دمها خفيف خالص. هنا الريسبشن بتاع الفندق، القعدات هنا برده لطيفه جدا، تقدر ايه تيجي هنا تقعد تشرب شاي او حاجه تستمتع بالاجواء. هنا برده البار بتاع الاستقبال موجود عشان خاطر لو انت عايز تطلب اي حاجه تشربها، قهوه شاي اي مشروبات او كده، فكله هنا موجود تقدر تطلبه في اي وقت. وهنا برده المطعم الرئيسي بتاع الفندق عشان لو انت عايز تتغدى او تتعشى وتطلب اي حاجه انت عايزها ايه تيجي هنا تطلب اللي انت عايزه وتقضيها. سعر الغرفه مزدوج هنا على تطبيق وفرها هو 1300 جنيه يعني الشخص 650 جنيه بدون وجبات. تقدر انت تيجي هنا تقضي الديوز بتاعك وتتبسط وتقضي وقت جامد جدا. واوعى تنسى تحط الكود بتاع علامه 10 هسيبه لكم دلوقتي على الشاشه، علامه 10 عشان خاطر تاخد خصم اضافي. الكود ده صالح لكل الكوبونات على تطبيق وفرها، فتقدر تستخدمه في اي وقت زي ما انت عايز. كده بقى شفنا مع بعض ارخص وافضل 3 اماكن تقضي فيهم ديوز في القاهره. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. اشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. سلام.